اول حاجه انا بحب ابدا بيها ازاي اقدم على السفاره. فاحنا بنتكلم النهارده عن سفاره كوريا الجنوبيه. ازاي انا اقدم بنفسي على سفاره كوريا الجنوبيه وايه هي المتطلبات اللي المفروض السفاره محتاجاها. اول حاجه سفاره كوريا الجنوبيه محتاجه منك كشف حساب بنكي اخر 3 شهور. وانا يفضل دايما بقول للناس قدموا كشف حساب بنكي اخر 6 شهور. طيب يكون موجود فيه كام؟ يكون موجود فيه ما يعادل 2000 دولار. يعني من الاخر كده ما يقلش عن 150 الف جنيه الاجمالي المبلغ اللي المفروض يكون موجود فيه. بس كل ما يكون عالي يفضل، يعني ده يكون في صالحك انت تعلي الحساب البنكي. فده شرط اساسي، حساب بنكي عليه عمليات سحب وايداع اخر 3 شهور، بس انت قدم اخر 6 شهور لو انت حسابك البنكي اخر 6 شهور عليه حركات. تاني حاجه اثبات الدخل، يعني انت فلوسك بتجيلك منين؟ حضرتك انت قدمت حساب بنكي فانت كده عندك حاجه بتدخلك فلوس. هل انت شغال اونلاين؟ هل انت شغال موظف؟ هل انت شغال شغل حر؟ فانت شوف انت مصدر دخلك بيجي منين وتقدمه. طبعا الاوراق بتكون بالانجليزي، يعني هترجمها ترجمه معتمده. فدول الحاجتين الاساسيين كوريا الجنوبيه محتاجاهم منك في السفاره. زائد ودي طبعا يعني حاجه كلنا نقدر نطلعها، اللي هو القيد العائلي. هتطلع قيد عائلي او قيد فردي، لو انت حضرتك متزوج قيد عائلي، لو اعزب قيد فردي. دول الحاجات الاساسيه مع الاوراق اللي هي الحجوزات والابلكيشن اللي انت تقدمها في كوريا الجنوبيه. يعني هتعمل لنفسك ابلكيشن وهتعمل برنامج رحله لحضرتك، انت هتعمل ايه في كوريا الجنوبيه وهتسافر يوم كام وهترجع يوم كام. يبقى برنامج رحله وحجز فندق مبدئي وطيران مبدئي مع الابلكيشن وصوره شخصيه. وتاخد الاوراق دي كلها وتروح سفاره كوريا الجنوبيه من غير موعد وتقدم الاوراق. وانت بتقدم بتدفع 40 دولار. في حاجه انا نسيت اقولها، بالنسبه لكوريا الجنوبيه لو انت عندك اي املاك او اي حاجه بتقول انك عندك مصادر دخل تانية او عندك عقارات او عربيه ملكك، ده كله ترجمه وقدمه مع اوراقك. الحاجه دي اختياري بس هي بتدعم موقفك. يعني بتقول للسفاره والله الراجل ده عنده روابط وعنده املاك، يعني هو مش محتاج لكوريا ومعاه فلوس. وفي نفس الوقت برضو الحاجات دي كلها بتاعتك ملكك، فانت هتروح وترجع، لان في ناس هناك بتروح وما بترجعش. هم عامه يعني بيروحوا يشتغلوا. بس الدول القويه عامه لما تقدم لها اوراق تدعم موقفك فده بالنسبه لك في فرصه القبول بيبقى حاجه كويسه. وفي ناس طبعا ما بتقدمش اي املاك ومعاها حساب بنكي مغطي رحلتها فبتاخد التاشيره عادي مفيش مشكله. وطبعا وانت بتقدم في السفاره هناك موظفه مصريه هي اللي بتستلم منك الاوراق، يعني المشوار ما فيهوش تعقيدات خالص. الموضوع سهل جدا، بتروح تقدم اوراقك والرد بيكون في خلال 3 اسابيع بس. وانت بتقدم بتدفع حوالي 40 دولار. النقطه الثانيه اللي هو المطار. انا خدت التاشيره وهسافر، هل انا هخش 100%؟ اولا محدش هيضمن لك حوار انك تخش من المطار غير نفسك. ازاي؟ لازم يكون معاك حوالي 3000 دولار. يعني انا يفضل يكون معاك 3000 دولار، لان في ناس اتكلمت وقالت ان ضابط الجوازات سالهم على الفلوس الكاش اللي معاهم وقال لهم الفلوس الكاش اللي معاكم مش كفايه انكم تيجوا كوريا عندنا ورجعهم. دي حاجه، يبقى الفلوس تكون موجوده معاك. تيكت الطيران مهم جدا يكون مدفوع ذهاب وعوده. حجز الفندق يكون مدفوع برضه، انت خدت التاشيره وهتسافر ادفعه. حجز الفندق مع تيكت الطيران الاثنين مدفوعين. ورقه فيها برنامج رحله انت هتعمل ايه. 3 حاجات دول مهمين جدا جدا جدا. طب معاك الحاجات دي هتعدي برضه؟ وارد انك ترجع، بس في ناس عدت كتير. بس عشان اكون معاك للامانه، الناس اللي انا اعرفهم شخصيا اللي عدوا دخلوا كوريا الجنوبيه، الناس دي كانت معاها تاشيرات على جوازهم ودخلوا بلاد بالفعل. بس هم داخلين البلاد دي كانوا يعني قبلها بكام يوم. يعني هم كانوا في اليابان ومن اليابان راحوا الصين، يعني معاهم تاشيرتين السكر على الجواز مع التاشيره بتاعتهم بتاعت كوريا. كوريا مش السكر على الجواز، كوريا بتبقى اونلاين ورقيه. فهم معاهم اختام على جوازهم وكانوا داخلين من اليابان على كوريا. يعني باين عليهم اللي هم بيحبوا السياحه وهم بيزوروا اليابان، زاروا كذا دوله. الناس دي دخلت بالفعل عشان اكون صريح معاك. لكن انت ممكن يكون جوازك ابيض فده مصدر شك ليهم. طب لو جوازي مليان تاشيرات ورحت بالفعل زي الناس دي ما عملت، وارد انك ترجع، وارد. فنقطه المطار